بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه زي ما قلت لك هتصلي على النبي وتشترك في القناه، لان الناس هختار 5 من اللي هيصلوا على النبي في الكومنتات هديهم رقم امريكي مجاني. تمام. اول حاجه هتحمل برنامج سكاي فون، هتخش عليه طبعا، هتقول له سماح، وبعدين تختار اول واحده دي اللي هي ريكوست سكاي فون نمبر. اثناء استخدام التطبيق ماشي، هتديله السماحات كلها سماح. تمام، ده رقمك، ده الرقم اللي انت هتستخدمه. هتدوس حسنا، بعد كده هتدوس كلوز. حلو، دي قائمة الأرقام اللي انت مثلا تقدر تتصل منها وكده يعني. دي فيها ميزة، يعني انت لو معاك مثلا واحد صاحبك ومعاه رقم تاني على نفس البرنامج، ممكن تكتب رقمه مثلا كذا 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 وترن عليه ببلاش. تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة هنا الهيستوري اللي تحت، ده تاريخ المكالمات بتاعتك، سواء انت رنيت على مين. احنا مثلا لو قعدنا رنينا على اي رقم كده، تمام، هيقول لي ان خطأ، عشان اولا هو مش رقم. هتروح انت على الهيستوري هتلاقي ان انت رنيت عليه الساعة 4:46 زي ما انا رنيت. تالت حاجة الكونتاكس اللي هي الكونتاكتس، دي اللي هي جهات الاتصال بتاعتك. طبعا هو معلوش ارقام، بس انت في البروفايل بتاعك عشان تخش تجيب رقمك منه هتخش هنا. تمام، ادي هنا ايه رقمك اهو، هتدوس عليه وبعد كده تدوس نسخ. تمام، عشان هنحتاجه ترجع راجع ورا. هنا السيتنج هتخش طبعا، هتعمل كل اللي هقولك عليه دلوقتي عشان لما يجي يرن التطبيق يرن عليك هتفعل مايك بوست. تمام، هتفعل اي حاجة، يعني اي حاجة معاك ماشي، الدارك سيم ماشي، فعل اي حاجة، دوس حسنا عشان ما تبقاش انت يعني ايه مش مفعل حاجة، عشان لو رن عليك ما تبقاش في حاجة معطلك. تمام، هتخرج تخش على الواتساب. تمام، هتعمل موافقة والمتابعة. هتحط الرقم ده طبعا. المفتاح بتاع دولة كمبوديا هتخش طبعا عادي وتختارها. اختار دولة، هتكتب كمبوديا هتظهر لك اللي هو 855. تمام، هتدوس التالي. طبعا انت اول مرة هيقول لك ايه، يعني انا لسه بقولها اصلا من قبل ما تظهر. اول مرة يقول لك ان الرقم غلط، هتمسحه كده وبعد كده تعمل ايه، ما تيأسش. لا، انت عايز رقم امريكي، يبقى تسمع الكلام وصلي على النبي في الكومنتات. تمام، هتعمل ايه، هتخش على السيتنج هنا اهو. تمام، تنزل تحت هتلاقي كلمة ايه ريسيد، هتخش على كلمة ريسيد وبعد كده ايه تاني واحدة جيت ا نيو سكايب نمبر، وبعد كده ايه جيت ا نيو نمبر. ده كده ايه رقمك الجديد. بنسبة 90% الرقم الجديد ده بينفع. طب عايز اخش اجيبه من عند الكونتاكس، وبعد كده اخش على اول واحدة اللي هي البروفايل دي، وبعد كده اخده ايه كوبي. تمام، هروح على الواتس تاني اقوم جاي حاطط اللي انا خدته كوبي، وبعد كده التالي قال لي برضو ايه برضو ما تيأسش. هو تقريبا بيجي في التصوير وبيهنج. هترجع برضو سيتنج، تعمل ريسيت، وبعد كده نيو نمبر، وبعد كده ايه ده الرقم الجديد. هترجع تاني، هتخش على كونتاكس والبروفايل وتختار الرقم بتاعك وتعمل له ايه كوبي. تمام، هتخش هنا تاني هتكتب الرقم وتعمل التالي برضو المرة التالتة. بص، اهم حاجة المصداقية. انا ممكن انا اقص ده كله، بس نرجع تاني على السيتنج بعد كده ريسيت. والله نفعت معاه قبل ما اصور الفيديو، نفعت معاه مرة واحدة. احنا هنشوف كونتاكس تاني وتاخدها ايه كوبي تاني نسخ، بعد كده تروح تحط الرقم على الواتس التالي اهو. شفت بقى المصداقية؟ هل هذا الرقم صحيح انك ترد تفعيله مش عارف ايه والكلام ده كله، هتدوس موافق. حلو، هيقول لك بقى التحقق. انت ممكن تدوس متابعة او التحقق بطريقة اخرى. انا دوست التحقق بطريقة اخرى على طول عشان ننجز في وقت الفيديو على طول. تقدر تدوس ارسال رسالة نصية، بس انت مش من بلد البتاع ده، مش من بلد كمبوديا، فمش هيجيلك الرسالة. فانت الخيار الوحيد بتاعك اتصل بيه. تمام، الامان بقى ان انت ماشي صح. هتلاقي علامة البتاع اللي فوق دي تبع ايه البرنامج، علامة الاتصال اللي فوق دي، يبقى انت كده ايه ماشي صح، اللي هي دي. تمام، هتقوم جاي دايس اتصل بيه. هو هياخد الوقت بتاعه والكلام ده كله. تمام، ممكن المكالمة ما تجيلكش من اول دقيقة. انت بص في دقيقة، هي انت عارف على طول انت لما بتيجي تسجل بتهنج معاك عادي. حلو، اول لما بتقفل انت مثلا تروح على التطبيق، هي هتجيلك المكالمة على التطبيق. حلو، انت ان شاء الله هتستنى ال45 ثانية دول يعدوا، وبعد كده تعمل اتصل بيه تاني، وبعد كده تجيلك. انا هوقف الوقت لحد ما تيجي.
يا شباب الوقت خلص اهو، هتدوس على لم تتلقى كود دي. تمام. بعد كده ايه، هتستنى دقيقة كمان تحت، معلش هو هيرخم عليك شوية وتقول له ايه اتصل بيه تاني. فانا برضو عشان ما اقعدش استنى ده كله، انت كل اللي عليك هتستنى الدقيقة دي تخلص، وبعد كده تدوس اتصل بيه، هتلاقي البرنامج ايه بيرن عليك تلقائي وبيقول لك رقم تسجيلك هو كذا 0 2 مش عارف ايه، فاهمني؟ تمام. بس يبقى احنا كده الفيديو خلص. اي حد عنده اي مشكلة يتواصل معايا او يكتب صلى على النبي في الكومنتات. تمام. عشان هختار 5 منهم، بس بشرط يكون مشترك. يعني انت اشترك واكتب صلى على النبي في الكومنتات، وبإذن الله تكسب رقم امريكي دائم طول الحياة.